كمل 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 يا زكريا. تسديدة لا تصد ولا ترد، تسديدة تأتي بالهدف الأول. جول 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 للاتحاد الرياضي التروكي. السيناريو الذي كان يتمناه المدرب عبد الواحد زمرات. الخبر السعيد لعشاق الفريق، الهدف الأول للاتحاد الرياضي التروكي. تسديدة لم يراها منير، تسديدة تسكن الشباك تمنح الهدف الأول للاتحاد الرياضي التروكي. خطأ فادح على مستوى دفاع نادي نهضة بركان، تمريرة خاطئة من منير الكجوي، افتكاك الكرة بهذه الطريقة، تسديدة لا تصد ولا ترد. ينجح زكريا قصاري التروكي في مقابلة اليوم. أيضا فرحة عبد الواحد بهذا الهدف الثمين، بداية أكثر من مثالية للاتحاد الرياضي التروكي، لكن نهضة بركان سيبحث الآن عن الرد. بدأت رحلة البحث عن التي لعبت بمدينة بركان. هنا فرصة جديدة لنهضة بركان، بحث عن التسديد، إيصال الكرة لحمزة المساوي، العرضية من المساوي، يتدخل يونس دحماني في تلك المباراة. تدخل من الدفاع دحماني، تمريرة طويلة من دحماني. سيدخلون أكثر في أجواء المباراة لاعبو الاتحاد الرياضي التروكي. كلما مر الوقت كلما تنفيذ الكرة ثابتة، تنفيذ كرة في منطقة الجزاء للاتحاد الرياضي التروكي. كان البحث عن هدف جديد. العرضية، كرة في منطقة الجزاء دائما لنهضة بركان، يتدخل يلعب للموسم السادس على التوالي بقميص نادي نهضة بركان. لامين كامارا بقدمه اليسرى، تنفذ الركنية، كرة خارج الملعب، كرة خارج الملعب، ركنية من جديد دائما لنهضة بركان. ارتقى عاليا القانون، قانون اللعبة، تنفذ الركنية، العودة من جديد، منير، العرضية من منير الذي بحث عن كاميرا، لكن دفاع الاتحاد الرياضي التروكي كان حاضرا متواجدا في الوقت المناسب. لحد الآن دفاع الاتحاد الرياضي التروكي بقيادة يوسف قجعي يقدم أداء جيد في أول 20 دقيقة. دفاع الاتحاد الرياضي التروكي بقيادة يوسف قجعي يقطع الطريق أمام كل فرص وأمام كل محاولات النهضة الرياضية البركانية، لكن أبناء بركان سيواصلون الضغط. لامين عبد الرحمن مرة أخرى يؤكد بأنه من الحراس الكبار. التصدي كان في الوقت المناسب، التصدي كان رائعا من عبد الرحمن. هذه الجولة الرابعة خيري، يتدخل يواصل لاعبو نادي نهضة بركان الاحتفاظ بالكرة العرضية. يوسف قجعي ارصاد لكل الكرات، الحكم يعلن عن خطأ. بطاقة حمراء. المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لنهضة بركان ولمعين الشعباني في مقابلة اليوم. المقابلة تعقدت. نهضة بركان سيكمل المقابلة ب10 لاعبين الأندية التي حضرت بشكل جيد لهذا الموسم. كرة خارج الملعب، عبد الرحيم السعيدي. أندية أخرى أيضا. هنا فرصة، محاولة في منطقة الجزاء، الكرة اصطدمت بالعارضة. هي أبرز فرصة لحد الآن لنادي نهضة بركان بعد مرور تقريبا 32 دقيقة من اللعب من التنافس هنا في مدينة الخميسات. فرصة كادت أن تمنح أبناء مدينة بركان، والفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا كان حاضرا في ذلك الموسم. هنا فرصة للاتحاد الرياضي التروكي. إبراهيم البحر مصدر الخطر الأول على مرمى نهضة بركان في هذه المقابلة.
عندما نتحدث عن إبراهيم البحراوي التي قد تأتي بالجديد بالخبر السعيد لعشاق نادي نهضة بركان. التدخل من عبد الرحمن حمزة الموساوي، العرضية من الموساوي، التدخل من الدفاع، كرة ضاعت، عادت للنهضة الرياضية البركانية، فرصة جديدة، خيري، جول 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 جول. المليوي يسدد ويسجل هدف التعادل لنادي نهضة بركان. قلت لكم بأن نادي نهضة بركان قد يسجل، الفريق ينجح فعلا. كانت مدة زمنية كافية لنهضة بركان لتسجيل هدف التعادل. تصبح النتيجة هدف لكل فريق، تصبح النتيجة متعادلة هدف. في هذه الأثناء ينطلق الشوط الثاني من المقابلة، فرصة للنهضة الرياضية البركانية، تحضير إمكانية التسجيل، التدخل من الدفاع. هذه المقابلة تلعب لحساب الجولة الذي انتهى بفوز الوداد الرياضي ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. هدف التعادل، جول 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 جول. يونس دحماني يعيد الاتحاد الرياضي التروكي في نتيجة اللقاء. يونس دحماني ينجح في تعديل النتيجة. انتهت مقابلة النهضة أتلتيك زمامرة. هنا فرصة، محاولة، مقابلة التمرير، البحث عن مهري. هذا بركان الذي كان متقدما في النتيجة مع بداية الشوط الثاني، الآن سيبحث عن هدف جديد. تسديدة خارج الملعب، تسديدة بالقدم اليسرى، ركلة مرمى أو ركنية يبحث في هذه اللحظات، العرضية كانت المتابعة من أسامة المليوي، يتحسر على ضياع الفرصة. فرصة كانت ستعيد التقدم وستمنح الأسبقية من جديد لنادي نهضة بركان. هنا اللقطة الماضية، العرضية بفارق هدف وحيد، سيعود للصدارة. هنا ترتيب البطولة. عبد الكبير الوادي يمرر الكرة لنناح، ينطلق نناح، يسرع نناح، محاولة في 18 من هذا الشهر. طبعا السفر لمصر سيكون قبل أيام من المباراة للحصول على أفضل تحضير للمقابلة. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله. هنا محاولة دحماني، التسديد، يتدخل في الوقت المناسب هذه المرة منير الكجوي الذي ينقذ نهضة بركان من هدف محقق. تدخل كان في الوقت المناسب. هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة، المتابعة. ضربة رأسية، كرة خارج الملعب، ركلة مرمى لمنير الكجوي ولنادي نهضة بركان. أنا أعتقد وأتوقع أن أحد الفريقين سيقتنص هدف الانتصار. في ترتيب الاتحاد الرياضي التروكي في حالة تحقيق الفوز سيصل للمركز الخامس متجاوزا عدد من الأندية، طبعا مؤقتا في انتظار نهاية مقابلة الجيش الملكي وأولمبيك اسفي. في تنفيذ الركنية، تنفذ الركنية، المتابعة، إبعاد الخطر. تقدم هيثم منعوت، هيثم يسرع، هيثم ينطلق، منعوت، فرصة للنهضة الرياضية البركانية، الفريق الذي يبحث عن هدف الانتصار.
الكرة مرت قريبة جدا من الخشبات الثلاث لمرة جديدة. محاولة جديدة دائما لنهضة بركان. عماد رياحي، العرضية من عماد، يتدخل الدفاع. إمكانية المرور، إمكانية المراوغة. هنا التحضير، التسديد، تسديدة